المكان كان كله ضلمة. أخدت كشاف في إيدي، بصيت جوه، شفت أوضة صغيرة مليانة شموع سودا مطفية سايحة على الأرض، وورق مرمي على الأرض في كل مكان، مكتوب عليه طلاسم بلغة غريبة، ورسومات لعيون وأيادي مقطوعة. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة قصة جديدة، قصة بلاغ، تأليف محمد نصر. شغل الشرطة دايما ماشي ورا الدليل، ورا البصمة، الورق والملفات. من غير دليل أي حكاية تبقى مجرد خيال. إنما الغريب إن ساعات يطلع قدامك موقف يكسر القاعدة دي، حاجة مفيهاش برهان، بس تلاقي نفسك مضطر تصدقها. ساعات الشغل ده يوريك إن الحقيقة مش دايما ملموسة، أوقات بتستخبى جوه تفاصيل غامضة تخليك واقف بين الكذب والصدق. أنا محمود، ضابط مباحث، اشتغلت في الشرطة أكتر من 15 سنة. شفت جرايم من كل الأنواع، سرقة، قتل، مخدرات، حتى قضايا فساد كبيرة. بس اللي هحكيه دلوقتي مش زي أي حاجة تانية. دي مش مجرد جريمة، دي حاجة خلتني أشك في عقلي وأفكر في حاجات عمري ما كنت أتخيل إنها حتى تيجي على بالي. هحكي الحكاية زي ما حصلت بالظبط، خطوة بخطوة، من غير زيادة ولا نقصان. الحكاية بدأت حوالي الساعة 12 بالليل في اسم الشرطة في حي شعب قديم. كنت قاعد جوه مكتبي، حوالي أوراق وملفات، بقفل محاضر قديمة علشان أخلص شغلي، وأنا بشرب سيجارة علشان أبقى مركز. الباب اتفتح من غير ما حد يخبط، ودخل شاب في أواخر العشرينيات، لبسه لبس عادي، جينز أزرق فاتح، تيشيرت أبيض سادة، وجزمة رياضية. شعره مقصوص، وعينه كان باين عليها الحزن أوي، زي ما يكون واحد شاف مصيبة كبيرة ومش قادر ينساها. قمت وقفت على طول، وقبل ما اتكلم بأي كلمة وانفعل عليه ازاي هو دخل بالطريقة دي، بص في عيني ومن غير أي توتر وبصوت هادي وقال: أنا عايز أقدم بلاغ عن جريمة قتل. أنا رفعت حاجبي، بس حاولت أحافظ على هدوئي، ونسيت أي حاجة تانية كنت هتكلم فيها، وسألته على طول: فين الجريمة؟ مين الضحية؟ وهو بمنتهى الهدوء، كأنه بيحكي عن فيلم شافه، بصلي وقال: في بيت قديم في شارع الترعة، الدور التاني، هتلاقوا هناك شاب دبح نفسه، وهم سجلوها انتحار، بس في الحقيقة إنها جريمة قتل. أنا ساعتها خدت نفسي ورجعت قعدت على الكرسي، وقلت له: أيوة، أنا فاكر القضية دي كويس أوي. كانت من 4 شهور تقريبا. شاب اسمه أحمد لقيناه مدبوح في بيته، وسكينة جنبه مليانة دم، وورقة مكتوبة بخط إيده: سامحيني يا أمي، أنا تعبت. لكن التحقيقات كلها أكدت إن ده انتحار، مفيش أي دليل غير كده، والملف اتقفل. بصيت له وقلت له: أنت إيه دليلك إنه مش انتحار؟ بص لي، مد إيده في جيبه، طلع لي ورقة متطبقة وحطها لي على المكتب، وقال لي: اتفضل يا باشا. مديت ايدي، اخدت الورقة، فتحتها، قريت اللي جواها. كانوا كلمتين: سامحيني يا امي. بصيت له وقلت له: وده معناه ايه؟ بصلي وقال لي: هو ده خط احمد الحقيقي. كان كلامه مليان ثقة، وبيتكلم من غير اي تردد، خلاني احس انه صادق. وفي حاجة غريبة جوايا كانت بتقول لازم اساعده.
كتبت أقواله في المحضر واديت إشارة للنيابة علشان نعيد المعاينة وخليته يمشي. لكن أنا كنت طول الليل بفكر في القضية دي. تاني يوم الصبح رحت البيت مع فريق المعاينة. البيت كان في شارع ضيق مليان رطوبة والحيطة كلها متشققة كأنه مهجور من سنين. الجو كان حر بس جوه البيت برد غريب، ريحة عفن زي ما يكون ريحة مقابر قديمة. في المرة الأولى من 4 شهور مفيش حاجة لفتت نظرنا غير الجثة والسكينة والورقة. بس المرة دي كنت مركز أكتر، فحصت ودققت في كل زاوية في البيت ولقيت على الحيطة أثر طلاسم مرسومة بقلم رصاص زي رموز قديمة مش مفهومة، كأنها من كتب سحر اسود. وتحت السجادة اللي في الصالة بعد ما رفعناها كان في بقعة دم كبيرة ناشفة متغطية بطبقة من التراب كأن حد حاول يخفيها. والأغرب كان في أوضة مكتبة خشب كبيرة، واللي لفت نظري إن جزء منها ساند على الحيطة وجزء تاني باعد عن الحيطة زي ما يكون في حد كان بيحركها من مكانها. ولما شدناها بقوة شفت وراها باب صغير سري مخفي. قلبي دق بسرعة، حسيت ببرد قوي خارج من الباب. حاولنا نفتحه بالراحة، فتحناه. المكان كان كله ضلمة. أخدت كشاف في إيدي، بصيت جوه، شفت أوضة صغيرة مليانة شموع سودا مطفية سايحة على الأرض، وورق مرمي على الأرض في كل مكان مكتوب عليه طلاسم بلغة غريبة ورسومات لعيون وأيادي مقطوعة. الجو كان غريب كأن في حد بيتنفس جنبي. ساعتها اتأكدت إن الموضوع ده مش انتحار عادي، ده حاجة أكبر، حاجة مرعبة. بدأنا التحقيقات على طول. كنت متحمس أوي في القضية دي. فحصنا السكينة تاني وفحصنا الأوضة السرية والمكتبة، ولقينا بصمات مش مطابقة مع الضحية، كانت بصمات لشخص تاني. ومع التحريات عرفنا مين صاحب البصمة، كان عم الضحية، راجل في الستينيات اسمه حسن. كان بيجي البيت ده كتير، ومعروف عنه إنه راجل غريب بيقعد لوحده في بيته القديم مهووس بالتاريخ والكنوز المدفونة، وبيقرأ كتب عن الجن والسحر. وبسرعة جهزت قوة ورحنا بيته اللي كان مليان كتب قديمة وتماثيل غريبة. في الأول أنكر كل حاجة، بس لما واجهناه بالبصمة والطلاسم انهار تماما. عيونه وسعت من الخوف وبدأ يعيط زي الطفل. اعترف إنه هو القاتل. عمل طقس قربان بشري علشان الجن يرشدوا المكان كنز مدفون في الأرض تحت البيت، وقال إن أحمد حاول يهرب بس هو مسكه وذبحه بالسكينة، وبعدين رتب المكان علشان يبان انتحار، وكتب الورقة بنفسه وقلد خط أحمد. كان بيتكلم وهو بيترعش كأنه خايف من حاجة أكبر من الشرطة. وبعد ما خلصنا التحقيقات وقبضنا على القاتل روحت. كنت تعبان بس في نفس الوقت فرحان إني كشفت الحقيقة. نمت نوم عميق. تاني يوم الصبح رحت مكتبي، لقيت الشاب اللي جالي أول مرة مستنيني جوه المكتب. بصلي وابتسم ابتسامة حزينة وقال: شكرا يا باشا، انت رجعت لي حقي، أنا دلوقتي هرتاح أخيرا. ومد إيده علشان يسلم عليا وأنا سلمت عليه وقعدت على مكتبي. ابتدينا نتكلم وسألته: إزاي انت كنت متأكد إن الجريمة دي جريمة قتل مش انتحار؟ وفي اللحظة دي دخل عليا عسكري من عندي اسمه علي، بصلي وبص حواليه وابتسم وقال: يا باشا انت بتتكلم مع مين؟ بصيت له وقلت له: اللي قاعد قدامك ده، الشاب اللي انت دخلته. بصلي باستغراب وقال: يا باشا
محدش دخل ولا خرج من عندك من ساعة كاملة. أنا واقف بره طول الوقت، وفجأة الشاب اختفى من قدامي. حسيت ببرودة في جسمي، جسمي كله أشعر. بسرعة افتكرت صورة الضحية اللي في الملف، جريت فتحت الملف. هو نفس الشاب، نفس الوش، نفس الهدوم، نفس العين. أنا دلوقتي اتأكدت إن اللي ساعدني يكشف الجريمة ما كانش بني آدم حي، كان شبح أحمد نفسه، رجع علشان ياخد حقه. ومن يومها كل ما أقعد في مكتبي بالليل بحس إن في حد بيبص عليا. بس أنا دلوقتي مش خايف، أنا بس متأكد إن العالم ده أكبر من اللي بنشوفه بعيوننا.